صاحبة الرسالة بتقول: أنا لسه عروسة جديد، دخلت شقتي وجوايا أحلام كتيرة قوي إن أنا أحققها، بس كل اللي أنا حققته إن بقيت من أنسة سحر لمدام سحر. لقيت جوزي داخل وعليه ديون كتير جدا، ديون العزال، ديون الشقة، كل دي أقساط بيدفعها، ومع المرتب بتاعه البسيط. كمان بيجي صاحب البيت يخبط علينا كل أول شهر ويطالبنا بالأجرة، وجوزي يقعد يلم اللي في جيبه ويشوف اللي في شنطتي عشان يديه للراجل الأجرة بتاعت الشقة. الإيجار كبير قوي والمرتب مش كبير. لما بنجمع الإيجار إحنا بنحس بعجز بقية الشهر، بس الراجل بيطالبنا من أول يوم، وقال له جهز فلوس قبل الراجل ما يجي، بلاش يقف لنا على الباب وشكله كده زي المطالبين. أنا بحاول، أنا بجمع الفلوس قبلها، بس كل شوية الفلوس بتتصرف والمبلغ كبير. أنت عارفة الأقساط اللي عليا؟ قلت له أنا عارفة. قال لها أنا عارف إن أنت بنت أصول وفي حاجات طالباها مني وأنا مش قادرة أجيبها لك، وأنت ما بتلحيش عليا، بس إن شاء الله لما الظروف تتحسن هجيبها لك. مرت الشهور بالمنظر ده والحال ما بيتغيرش، وكل مدى الأسعار بتزيد والمرتب قيمته بتقل، وصاحب الإيجار ما بيرحمناش. وفي مرة الفلوس ما اتجمعتش، رحت لوالدتي وطلبت منها تساعدني ان انا اجيب دفع الايجار. قالت لي: يا بنتي طب الشهر ده انا اديت لك الايجار، تعمله ايه الشهور الجايه؟ وده اختيارك. قلت لها: يا امي ان شاء الله الامور هتتحسن وجوزي ان شاء الله حاله هيتغير عن كده، هو موعدني. قالت لها: انا قلت لك بلاش ده وانت اللي اخترتي، على العموم ادي الفلوس اهي، روحي اديها له شوف هيعمل ايه. رجعت لجوزي قلت له: ادي الفلوس اللي قدرت اجيبها. قال لها: على العموم شكرا، وانا هدبر الباقي، حتى هستلف من اصحابي وندفع الايجار. قلت له: طب الشهر ده احنا استلفنا، الشهر الجاي المرتب ده كله هيروح في السلف، طب والايجار الشهر الجاي هنعمل فيه ايه؟ قال: هتتدبر. لما قعدنا مع بعض الباب خبط ودخل صاحبه ده صاحب الشركه اللي هو بيشتغل فيها، فتح شركه وشغله معايا، وجي زورنا. ولما قدمت له الحاجه لقيت نظراته ليا مش مريحاني. قدمت الحاجه واستأذنت وخرجت بسرعه، سبتهم مع بعض. جوزي قال لي: خليكي. قلت له: لا خليكم براحتكم، وخرجت. وبعد ما صاحبه مشي دخل لي جوزي وقال لي: وانت خرجت ليه بسرعه كده؟ قلت له: بصراحه انا ما ارتحتش لصاحبك اللي هو نظراته ليا مش طبيعيه، عشان كده انا خرجت بسرعه. قال لها: هو بصلك ازاي؟ قالت له: بصته ليا ما ريحتنيش. لقيته بيقول لي: عز الطلب. قلت له: عز الطلب يعني ايه؟ قال لها: بعدين انا بقول لك. وسابني وراح الشغل، وانا كل شويه افكر قصده ايه بعز الطلب.